سمعنا من جدودنا ومن حبوباتنا، يعني أمهاتنا أمهات آبائنا، أنهم يعني يقولون لنا أننا أتينا من فاس. فتاريخ المغاربة في السودان حقيقة آه، درسنا في الكتب القديمة كتاب اسمه كتاب الطبقات لوالضيف الله. والضيف الله هذا هو من المتصوفة، وكان يهتم بالتاريخ، فكتب يعني يقول أن أول جماعة من المغاربة دخلوا السودان كانوا تقريبا عام 20 أو 21 هجرية. عائلتي التي تنتمي إلى الشيخ الشريف محمد بحر العلوم المغربي الفاسي علاقة قديمة جدا بالمغرب العربي. قدم جدنا الشريف محمد بحر العلوم المغربي الفاسي قبل أكثر من 500 عام، ولعل الإشارات توضح أنه يمكن حفيده رقم 4 كان قاضي في فترة دولة الفونج. هذا يعني أن هذه العائلة عائلة قديمة جدا، صلتها بالسودان صلة قديمة وليست حديثة يعني. في طريقهم نحو الحج سلك ركب الحاج المغربي طريق الحرير، وهي الطريق التي تمر عبر السودان قبل أن تقطع البحر الأحمر نحو الحجاز. وبعد أداء المناسك عدد كبير من المغاربة قرر العودة إلى السودان والمكوث فيها. وقد حمل العلماء المغاربة إلى السودان أشياء كثيرة لا تزال صامدة إلى اليوم. فالسودان القريبة من مصر الشافعية يدين أهلها بالمذهب المالكي، وهو مذهب أهل المغرب. ظهر كثير من العلماء أو رجال العلم المغاربة. يعني كان أول رئيس لجمهورية السودان هو عبد الفتاح المغربي، يعني مغربي قح أبا وأما وكل شيء. نحن عندما أردنا أن نؤرخ للأسر المغاربية في السودان ذكرنا أنه أي فرد ينحدر من أب وأم من المغاربة هو مغربي. السلطنة الإسلامية التي قامت في تلك الفترة، فأجدادنا هم من مؤسسي هذه الدولة الإسلامية، وكانوا يعني من ركائزها الأساسية، يعني علماء وفقهاء وقضاة كانوا هم ركيزة هذه السلطنة في فترة مبكرة. في قارة إفريقيا ظهرت قديما مجموعة ممالك شكلت حضارات مهمة في وقتها. جميع تلك الممالك التي ظهرت خصوصا في غرب ووسط إفريقيا كان لها تواصلا مباشرا مع المغاربة من خلال الإمبراطوريات التي حكمت المغرب آنذاك. نذكر منها على وجه الخصوص المرابطون والموحدون. سنغاي، مملكة غانا، ومراكز تجارية مهمة مثل تمبوكتو في مالي وغاو، جميعها كانت على تواصل مهم مع المغاربة من خلال القوافل التجارية التي ربطت بين غرب ووسط إفريقيا. وقد كان المغاربة أكبر من ذلك، إذ شكلوا سواعد أساسية لبناء ممالك، ومثل ذلك ما وقع في مملكة سينار أو السلطنة الزرقاء التي كانت تقوم مقام السودان الحالي، حيث كان المغاربة عماد تأسيس هذه الحضارة، وحازوا بعد توطيد السلطنة أهم المناصب